كانوا بيقولوا لي اطلبوا لنا اوردر من بره، قلت لهم بس كده من عينيا حاضر. ازاي يعني انا ابقى موجوده اطلبوا اوردر من بره بس كده؟ اعمله انا الاوردر ده. عايزين بقى ايه؟ ندخل كده على الفيديو ونسمي ونصلي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إيه يا جماعه، عايزين كريب، ينفع نطلب اوردر من بره وامهم موجوده مثلا؟ لا ما ينفعش. عندنا كده هنا كيلو لحمة مفروم وفرمنا عليه برضو إيه يجي 3 4 بصلات كبار كده وحلوين، وفصين 3 توم، وقمنا جايين ايه منعمينهم مصفيينهم، وقمنا جايين تاني خلطينهم باللحمة المفرومة دي زي ما شفتوا كده في الكبة تاني، ونعمناها خالص زي ما شفتوها، بقت زي العجينة كده يعني، او زي ايه الحلاوة. وبعد كده نزلنا على الاضافات دي بقى كيس من بهارات الكفتة الجاهزة، والسبع بهارات او بهارات مشكلة، ومعلقة زبدة وكزبرة وفلفل وكمون ومعلقتين عسل. وقمنا جايين ضربينهم ضرب مبرح لما قالوا بس. قالوا بس ازاي يعني؟ قبل ما نقول قالوا بس يعني انا رايحه اعجنها بايدي وانا بوريكم اهو، انا غاسله ايدي وعلى طول الحوض جنبي، يعني اقل حاجه اقوم جايه غاسله ايدي تحتها الحنفيه. فهنا بقى بعد ما عجناها وضربناها الضرب المبرح دي وقلبناها كلها ببعضها، وقمت جايه مغطياها بكيس نايلون او ستريتش او اي حاجه، واقوم مدخلاها التلاجة او الفريزر. يعني قعدت لها حوالي ساعة ونص كده، ساعتين، واللي عندما يعني بقت تمام التمام. المهم طلعناها بعد كده وجبناها وجبنا عصايتين شيش، وقمنا جايين مصبعينها عليهم. بس قبل ما نصب عليهم طبعا احنا كنا مصفيين البصل بالثوم ضربينه ناعم ومصفيينه وحاطين عليه يعني حبة ملح صغير كده وقلبناهم، لا عشان ينزلوا لنا شوية المية اللي انتوا شايفينهم دول. فالشوية المية دول حطيت عليهم معلقتين زيت، وقمت جاية مقلباهم في بعض، وقمت جاية مصبعه، بقيت اصبعه بالايد زي ما حضراتكم عارفين يعني. وقمت جايه بقى بعد كده منظر الكفتة زي ما شايفين، وقمت جايه مولعة النار ومدخلة الكفتة فيه. انا جبتها في الصالة يعني عشان الحر بصراحة، يعني جبتها في الصالة وقعدت تحت المروحة، وقلت زي ما تيجي تيجي بقى، لان انا مش قادرة اقف في المطبخ الحر ده. وطبعا حر غير ولعة الفرن بتاع البوتاجاز، فاللهم اجرنا من جهنم. هنا بقى كانت بعد ما دخلت الفرن وقربت تستوى، فهعمل لها تشريبه كده حلوه، خليكم معايا وشوفوها. باقي شويه ميه بصل، زودت عليهم معلقتين لبن او حليب مع معلقه كاتشب كبيره، وكمان شويه فلفل اسود ومعلقه عسل نحل كبيره. ماشي، يعني زي ما شايفين كل الاضافات اهو. ونقوم جايبين المعلقه او الشوكه وضاربين ده كله ببعضه او مزجينه يعني مع بعضه، ونقوم جايين مشربينه للكفته. يعني التشريبه دي هتوديها في حته تانية خالص، ولا تقولي بقى المحلات ولا غيره. عشان كده قلت لهم من عناية، ده انا هطلب لكم اوردر. يعني السندوتش بيعمل له حوالي 60 جنيه، او ممكن في الزمن ده انا معرفش هو بكام، بس خليه ب60 جنيه، ب60. والكيلو اللحمة المفروم ده عمل لنا 10 سندوتشات، يبقى 10 في 60 ب600. خليني وفرت 300 جنيه، خليني يعني صرفت 300 ووفرت 300، عيبهم 100%. تمام كده. المهم وطبعا الكريب يعني بطاطس مقلية، فقطعت برضو وقشرت بطاطس وقطعتها وحمرتها وجهزناها وخليناها تمام التمام. هنا بقى وصلنا لمرحلة ان احنا نطبق كل ده مع بعضه. وطبعا انا ما كنتش عملت العيش كريب ده، انا كنت اشتريته جاهز. يعني مش هقول لكم، يعني انا صرفت 300 جنيه كمان وانا شاريه العيش بتاع الكريب جاهز، ما عملتوش في البيت. وجبنه طبعا وكاتشب ومايونيز ومستردة، يعني مظبطه العمل معاهم يعني ومروقه عليهم. المهم هنا بقى احط
صوابع الكفتة واحط تحتها الاول على الرغيف، هو دايرة كاملة اطبقه النص دايرة واحط عليه الجبنة، وبعد كده الكفتة والمايونيز والكاتشب والمستردة وفلفل اخضر. جينا نحط البطاطس مع في قلب الرغيف يعني، او قلب السندوتش. قالوا لا سيبيها بره، حط عليها مايونيز اسمه ايه، كاتشب. اه هو ده، اللهم ذكرني، على رأي محمود ابني. انا احط عليها كاتشب وسيبيها بره، هناكلها كده مع السندوتشات، ما نحطهاش لنا في قلب السندوتشات. فزي ما شايفين بقى كده يعني انا بقيت كنت متخنه الصوابع وشايفينها انتوا قبل ما تستوي. فانا كنت بقسم الصابع نصين، وكان الرغيف بيبقى ما شاء الله ملان وحلو، زيه زي احسن سندوتش من بره يعني. وكمان كان بيبظ ولوز كده ومغرقاه، كل اللي هم عايزينه لبته لهم. وهنا بقى بعد ما خلصت عمايل السندوتشات دي، طبعا انا عامله 2 وبعمل في التالت كله في الطاسه، لان انا كنت نقلت الصينيه ديت على نار هاديه علشان الجبنه اللي في السندوتشات تسيح، وان يبقى يعني تبقى بتبظ وتلز كده زي ما هم عايزين. وطبعا حاطه فيه الفلفل الاخضر مقطعه برده شرايح زي ما شايفينه كده. والسندوتشات اللي يتحمر اقلبه على الجهه التانية. وده كان شكل السندوتشات، ومعاهم البطاطس بالكاتشب اهوت. ويرضيكوا بقى ما تنسوش بقى، وقولوا احكموا انتوا واكتبوا كومنتات حلوه كده، تذكروا الله او تصلوا على النبي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك جميل كده زيكم. تمام اهو. عيبهم كده يعني، ولا احسن مطعم فيك يا مصر، ولا فيك يا تمي، بلاش بلاش مصر، لان خلينا انا في المنطقة الداخلية بتاعتي. ولا احسن مطعم فيك يا تمي 100%. قولوا لي بقى ايه رأيكم، اكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم، وعايزه لايكات كتير علشان تشجعوني استمر، وتشجعوني كمان اعمل فيديوهات كمان وكمان. هنا بقى كان الجماعه يعني ما صدقوا يقولوا لي خلصت التصوير، احنا كل واحد هيشتغل له سندوتش. قلت لهم توكلوا على الله، افترسوا السندوتشات. وكلنا اتعشينا وكل واحد كان له سندوتشين وحشين كده اهوت اخرهم يعني ما شاء الله. كل واحد ده كان بس في التصوير كل واحد سندوتش، انما بعد التصوير كملوا بقية السندوتشات، يعني ما تفكروش ان انا بقول كده. لا وتاني يوم يقولوا لي اعملي لنا يا ماما زي ما كنت عامله لنا امبارح، يعني عايزين كل يوم كريب كريب. يعني انا مش عارفه ده لو مطعم هيزهق من كتر يعني مش من كتر الزباين، من نفس الزباين اللي بيطلبوا نفسه باوردر ده.